السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم وعلى أهليكم وعلى المسلمين أجمعين. شايفين طريقة الفتة النهاردة عاملين فتة. طبعا مفيش بيت مصري في العيد ما بيعملش فتة. تمام. دي فتة أنا عملتها على طريقة الأستاذ عمرو أديب. هو كان قال عليها ونفس أنا بعملها بالظبط من غير صلصة. فعلا الفتة من غير صلصة، كل واحد يعملها حسب ما بيحبها، بصلصة من غير صلصة. شايف يا أستاذ عمرو أديب؟ يا سلام يا سلام. ده الخل والثوم اهو على اللحمة وعلى الرز اهو، حاجة كده تحفة. اتفضلوا معانا، اتفضل معانا يا أستاذ عمرو. بس يا أستاذ عمرو نسيت تقول لنا، اللحمة مسلوقة ولا محمرة؟ عموما أنا عملتها مسلوقة. تمام. وصفة جميلة، جربوها هتعجبكم بإذن الله. وشايفين اللحمة دايبة ازاي؟ ما شاء الله اللحمة دايبة دايبة دوب. شايفين اللحمة بس سخنة. مش عاملة. اتفضلوا معانا دلوقتي. آه لو عايزين تعرفوا طريقة الفتة اللي عملتها على طريقتي وعلى طريقة الأستاذ عمرو أديب، شوفوا الفيديو الأول. هنذكر الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم مجد عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. دلوقتي يا أستاذ عمرو هنعمل اللحمة. جبنا كسرونة حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، هننزل بفصين مستكة. عندي المستكة ساحت، هنزل بورقتين لورا وفصين حبهان. الحبهان انا بفتحه عشان الريحة تطلع مع اللحمة. بعد كده هننزل اللحمة الجميلة بتاعتنا. هنقلب كده هنعمل الصوص الجميل ده على اللحمة. بنقلب اللحمة كويس مع الحبهان وورق اللورا. بنقلب اللحمة من وقت للتاني علشان تاخد اللون الأحمر الجميل ده. ريحة رهيبة. عندي هنا اللحمة اتشوحت وخدت اللون الأحمر الجميل. هننزل بقى بالمية السخنة أو مية مغلية. بسم الله. وهنسيبها لغاية لما تغلي. فهقولك هنعمل ايه. هنا اللحمة غلت، بشيل الريم اللي على الوش ده. بعد ما شلنا الريمة هنحط هنا بصلاية وطماطمايه او قطعة طماطم كبيرة وجزر. وهنا هنحط الملح، ملح قليل كده، وهنحط الفلفل الاسود. تمام. ونقلب الملح وهنهدي عليها النار ونسيبها بقى لغايه لما تستوي. اللحمه بتتسلق وعلى بال اللحمه هتستوي هكون حمرت العيش. انا هنا مقطعه العيش ارباع بالشكل ده، واحطه في الفرن السخن
وابقى اقلبه من وقت للتاني. تمام. ولما لما يتحور هنبقى نشوفه ان شاء الله. دي هنا اللحمة استوت وشربتها طعمها تحفة. هنطفي عليها ونكمل بقية خطوات الفتة. وعندي هنا العيش اتحمر. استاذ عمرو بنعمل احلى طشة. جبت طاسة حطيت فيها سمنة بلدي ومعلقة توم مفروم. لما تتحمر شوية هنضيف لها معلقة كزبرة مطحون. التومة اتحمرت ننزل بالفن واحلى صوص. هنا كمان عملنا الرز لسه شوية كده ويستوي ونجمع الطبق. دلوقتي خلصنا حاجة الفتة، الرز واللحمة والخل والعيش المحمر. استوي الرز ونجمع الطبق ان شاء الله. دلوقتي هنعمل طبق الفتة. عندي هنا العيش، هنحط هنا عليه خل، ما تكترش كده، وهننزل هنا بحبة شوربة عشان تطري العيش. حطيت الرز وهنسقسق الرز بالشوربة اللي عليها حبة خل، اللي هي الطشة اللي بالخل. شايف يا استاذ عمرو على الوصفة اهي؟ تمام. على فكرة انا بعملها الوصفة دي كده من غير صلصة، نغنغها كده بالشوربة. بعد كده بنرص اللحمة، ودي كانت وصفة الفتة على طريقتي وعلى طريقة عمرو أديب. أنا بعملها نفس طريقته برضو من غير صلصة. تاكلوها بألف هنا في العيد وفي أي وقت. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم. كنت معكم مجد عبد الرازق، مطبخ ناجي وجوجو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.